والله لونجو كبير كان عندنا احنا، هذا ماتش ديسيزيف باش نكملوا نلعبوا على البلاي اوف. ان شاء الله كنا عندنا ماتش باهي، وان شاء الله تبقى ديما الروح الرياضيه وحاط اوفر مساكن، ديما تبقى مساكن وين تربيت وكل، اما لازم نلعب على المريوله اللي لابسه تفهم. جمعيه محضره خير من المنزه، واحنا هذاك الاول ما مشاش، هم جمعيه محضره وجمعيه كامله متكامله، واحنا جمعيه معنا برشا ناقص اكثر ولا اقل. حراسه المرمى زاد عائق كبير بالنسبه لفريقنا، ما عندناش حراس مرمى من حتى من طراز عالي، ما عندناش جوال كيما الفريق المنافس. لا رجع لهم معناها دخلهم في اللعبه هو الفريق المنافس، معناها الحارس المرمى عمل الفارق، بينما احنا مانيش نلوم عليهم، اما ما عاونوش اصحابهم. لعبنا حاولنا جميع الطرق باش نرجعوا في المقابله، لكن كحد مجهودهم الاولاد ما قصروش، ما نلومش عليهم، ماني نقول لهم مازالت نقصتنا برشا خدمه، نخدموا على ارواحنا ونحسنوا من المستوى نتاعنا، ان شاء الله نتحسنوا. احنا سبق وقلت لك كون فريق ما عملناش تحضيرات بدنيه، وخذينا التران اون كور ونلعبوا ونكونوا في وليداتنا، الله غالب ان شاء الله المستقبل يكون خير. والله هي سلسله توا من اللي نخذيت جمعيه المنزه، واحنا فهمت الحمد لله ربي هذا ربع انتصار، ان شاء الله نواصلوا هكا باش نحققوا المبتغى نتاعنا الاول اللي هو نطلعوا نصعدوا للبلاي اوف. ما لازمناش نغطيوا عين الشمس بالغربال اللي هلال مساكن يعني رجع علينا ولاعبين شبان يعني تنقصهم الخبره، ولكن في الاخر يعطيهم الصحه، قاموا بعمل ممتاز، وان شاء الله نشوفوا هلال مساكن من حسن الى احسن، خاطر المدربين اللي عندها من ومدربين كفاء، وان شاء الله يعطي حظ اوفر للهلال مساكن وحظ سعيد لنا احنا ان شاء الله باذن الله. تلبيه للخيان، خاطر نعتبر المنزه الرياضي عائلتي واصحابي واحبابي، وفهمت وين ما يحتاجوا لي يلقاوني موجود. احنا دخلنا والفريق عنده زوز هزايم ومعنويا وبدنيا وكل ما هوش حاجه كبيره. احنا رممنا المعنويات وخدمنا على رواحنا، انا والدكتور سي مراد فضلوني يعني المعد البدني والمدير الفني، وحطينا اوبجيكتيف ان كل مباراه نلعبوها مباراه كاس، ما عندناش حتى حق باش نغلطوا حتى غلطه، لانه منزل حر ومنزل تميم مع بعضنا في ثلاثه فرق، اللي يغلط منا هو اللي يخسر، فهمت؟ وما يتعداش البلاي اوف. ان شاء الله نكملوا احنا نواصلوا هكا، ان شاء الله نحضروا الاسبوع الجاي مباراه مهمه ضد منزل تميم، باش على القليله الاوراق الكل تتخلط والناس كل تولي سواسيه، وعندهم كل الناس كل عندهم حظوظ، وهذا كل حاجه باهيه لكره اليد التونسيه اللي تعرف فيها دم جديد وفيها وخيان شباب يعني يخدموا يعني في كرة اليد التونسية. إن شاء الله من كرة اليد التونسية من حسن إلى أحسن، والمباريات هذوما يعني يرفعوا في المستوى، وإن شاء الله أقول أنا حظ أوفر للمنتخب الوطني اللي هو على أبواب بطولة عالمية، وإن شاء الله حظ سعيد.